صباح الخير. غرزة النهاردة هتبقى الفستون، عبارة عن تدريب لغرز السلسلة والحشو والعمود بلفة. هي غرزة سهلة كده. احنا بنراجع على الغرز اللي هنستخدمها. هحط لكم الدروس الأساسية فوق وفي صندوق الوصف. بعد كده هندخل على الأدوات. عندنا الخيط اللي هنستخدمه، أول خيط رقمه 161، وللشرح أنا هستخدم لونين، فالخيط التاني رقمه 304. رقم إبرة الكروشيه 5. يلا بينا نبتدي نشوف طريقة الغرزة. الغرزة من تكرار 7+4، وأنا هنا عملت 25 سلسلة. هنبتدي أول سطر، هنرتفع 3 سلسلة، هدخل في الغرزة رقم 4 وأعمل 3 غرزة عمود بلفة. ودي مراجعة برضو على الغرز، وهتبقى تدريب حلو للمبتدئات. هسيب غرزتين وادخل في الغرزة اللي بعدهم واعمل غرزة حشو. هعمل 3 سلسلة، وبعدين هسيب غرزتين واعمل 3 عمود بلفة. هسيب غرزتين من تحت، وبعد كده ادخل الغرزة اللي بعدهم اعمل غرزة حشو، وبعد غرزة الحشو هعمل 3 سلسلة، هسيب غرزتين واعمل 3 عمود بلفة في الغرزة اللي بعدهم. يعني تكرار الغرزة هيكون 3 سلاسل، هنسيب غرزتين، الغرزة اللي بعدهم هنعمل فيهم 3 عمود بلفة، هنسيب غرزتين ونعمل غرزة حشو في الغرزة اللي بعدهم. هنكرر لغاية آخر السطر، ولازم آخر السطر يكون غرزة حشو، علشان ده اللي هنبني عليه السطر الجديد. وزي ما انتوا شايفين ده الشكل في أول سطر. أنا هنا هغير اللون، ممكن تغيري اللون وممكن ما تغيريش اللون. أنا هنا هغير اللون عشان أبين لكم أماكن اللي أنا هشتغل فيها الغرز. طبعا هسيب لكم الدروس بتاعت تغيير اللون والتشطيب وكل حاجة فوق وفي صندوق الوصف تحت. هدخل اللون الجديد، هعمل 3 سلسلة ارتفاع والف الشغل، وهعمل في نفس الغرزة اللي انا ارتفعت فيها اللي هي غرزة الحشو من السطر اللي قبل كده، هعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. وباخد طبعا الخيوط معايا علشان محتاجش ان انا اقص خيط كتير واشطب كتير. من غير ما اعمل اي سلاسل تانية هدخل على فراغ ال3 سلاسل من السطر اللي فات واعمل غرزة حشو. هكرر ان انا هعمل 3 سلسلة مسافة، وادخل في غرزة الحشو من السطر اللي فات واعمل فيها 3 عمود بلفة. واروح على الفراغ اعمل غرزة حشو، يعني بعمل سكيب لكل الغرز دي وبروح على الفراغ واعمل غرزة حشو. هكمل السطر الاخر. انا هنا وصلت لاخر سطر. ادخل في السلسلة رقم 3 اللي هي ارتفاع في السطر الاولاني، هنعمل فيها غرزة حشو. لازم كل نهاية سطر تبقى غرزة حشو عشان ده اللي بنبني عليه السطر اللي بعده. انا هنا غيرت اللون، ارتفعت 3 سلسلة، وبرضو هاخد الخيوط الزيادة معايا، هلف الشغل، هكرر نفس الخطوات، 3 عمود بلفة في نفس الغرزة اللي هي غرزة حشو من السطر اللي فات زي ما انتوا شايفين كده. هتخطى بعد كده الغرز كلها واخش على الفراغ واعمل فيه غرزة حشو. مش هشتغل في دول، هتخطاهم وهشتغل في الفراغ غرزة حشو واكمل شغلي للاخر، لان هو تكرار سطرين. هنفضل نطلع اسطر لغايه ما توصل بالشكل ده. عملت لكم نماذج لون ولونين واكتر من لون عشان تشوفوا الشكل في الاخر. غرزة مناسبة للبطانية وشال وسكارف. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي.